بيبدأ الفيلم بتاعنا مع واحدة اسمها ماليسيا، وبتحكي قصة مستر بانسي اللي موجودة في كتاب مغامرات. مستر بانسي ده عبارة عن أرنب حاول يلاقي مزرعة يقدر يعيش فيها الحيوانات اللي بتتكلم مع الإنسان بسلام، لكن ماليسيا بتقول إن حكاية مستر بانسي ديت ما هي غير قصة خيالية. والقصة بتبدأ مع القط مونس، وهو قط بيتمتع بذكائه وبيتكلم وبينبه أهل المدينة كلهم عن خطر الفئران، وبيقول لهم إن ممكن فار واحد بس يتسبب في طاعون، وبيخاف أهل المدينة وبيتمنوا إنه يلاقي الحل علشان يتخلصوا من الفئران دي كلها. وبيجي الحل مع العازف اللي مونس بيشاور لهم عليه، وبتتجمع كل الفئران حوالين العازف، وأهل المدينة بيرموا فلوس ليه علشان يساعدهم يتخلصوا من المشكلة دي. والعازف بياخد الفئران حوالين البحيرة، والفئران بيرموا نفسهم وبيموتوا، وبكده يبقى أهل المدينة اتخلصوا من الفئران للأبد. وبيتجمعوا الفئران تاني وهم طالعين من المية وبينشفوا نفسهم، وهم بينعلوا صاحب فكرة انهم يرموا نفسهم في المية. وبيجي العازف اللي اسمه كاس واللي بيكون متفق معاهم، وبيجي القط مونس وبيقعدوا يتناقشوا هما هيعملوا ايه الفترة اللي جاية. فباتشيز بتسأل القط مونس وبتقوله ان دينجرس بنس، وده باين الحكيم بتاعهم، بيقول ان مش لازم نستمر في اللي احنا بنعمله. وبيظهر دينجرس مانس وبيقول لهم ان الضمير بتاعهم مش هيسمح لهم ان يكملوا في خداع البشر. فالقط بيقول له ان البشر بيخدعوا بعض كل يوم، وانه غلطان انه بيساعد مجموعة من الفئران بدل ما يعيش حياته الرفاهية مع البشر، وانهم هما اللي طلبوا انهم يلاقوا الجزيرة واللي بيسموها جزيرة الفردوس. فبيطلب مينز انهم يجيبوا الكتاب بتاعهم، فبيجيبوا كتاب مستر بانسي اللي بيكون فيه ارنب لابس بدلة وبيمشي على رجليه، والتعبان بيكون منمغ في اللبس بتاعه هو كمان، وكل الحيوانات مبسوطة وعايشة في سلام مع الإنسان، وإن هدفهم إنهم يوصلوا لهناك. فمونس بيضحك عليهم وبيقول لهم إن هو قابل حد يعرفه وهو كان عايش في الجزيرة دي. الجزيرة دي محتاجة قارب علشان يوصلوا لها، والقارب محتاج فلوس، وعلشان نجيب القارب هنكمل في الخدع بتاعتنا. وبنز بيقرر إن هما يجربوا مرة تانية، وبتقول لنا ماليسيا اللي بتروي القصة ان مونس ما جربش يكلم قطط تانية، لان ببساطة مفيش قطط تاني هترد عليه، ولانه كمان بيستغل الفئران دي علشان عايز يبني البيت بتاعه ويعمل لنفسه حفلة تقاعد. يعني ما كانش مهتم بأمور الفئران ولا اي حاجة من اللي كان بيقولها. وبنيجي على المدينة دي اللي فيها العمدة، وبيهني صائد الفئران ان مفيش ولا فار في المدينة، لكن في مشكلة اكبر، وهي انه كل الطعام بيختفي بسرعة من المدينة، ومش عارفين الاكل بيروح فين ولا مين اللي بياخده. اكيد في علاقة من الفئران والاكل اللي بيختفي، وبيقول ان ممكن يكون بسبب شخص غريب زي اللي ماسكهم. وبيظهر الشخص الغريب اللي مغلف نفسه بأوشحة في كل مكان في جسمه، وبيقول للعمدة ان اختفاء الاكل مع الفئران لو ركزت كويس مفيش اي ترابط ما بينهم. وبياخدوا اصحابه كيس الفلوس من العمدة وبياخدوه وبيمشوا ويسيبوه هو خايف. وفي اللحظات دي الفئران بتجهز نفسها في شبكات الصرف بتاعة المدينة بقيادة دارك تان، واتفقوا انهم هيقسموا نفسهم لكذا مجموعة، وكل مجموعة هتعمل حاجة معينة، وبيشجعوا نفسهم في المعركة انهم لازم يبقوا الفار التاني، لان الفار التاني هو اللي هيكسب الجبنة، اما الاول مجرد بيكون ضحية للمصيدة. ومع ذلك دارك تام بيقول لبنز انه قلقان لان ما قبلوش اي نوع في المواسير من الفئران، ومدينة بالضخامة دي لازم يكون فيها فئران كتيرة، وان ده لغز ولازم نفهم الحل بتاعه. وبيدخل كيرس مع موريس المدينة وبيتفاجئوا ان مفيش اكل خالص، وكل انواع الاكل والشرب مش موجودة. وموريس بيدخل بيت بيلاقي فيه كل الاطباق فاضية، لكن كاس بيلحقوا وبيحذروا انهم لازم يخرجوا من البيت ده فورا. لكن في بنت بتظهر اسمها ماليسيا، وهي اللي بتروينا القصة، واللي بتكون بنت العمدة وغاوية قصص ومغامرات. وكاس بيخبي ان موريس بيعرف يتكلم، لكن ميليسيا بتوقعه في الكلام وبتعرف ان قطه متكلم وبتقدم له لبن يشربه. لكن بيظهر الفار سردين واللي بيكون نازل من الماسورة بتاعة المطبخ، وبتاخد ماليسيا بالها منه وبتحاول تضربه، لكن الفار بيرقص وكيس بيحميه منها. وبتعرف كمان ان سردين ده فار بيتكلم، وماليسيا بتحاول تربط الخيوط ببعضها، وبتفهم ان ادام في فار سحري بيتكلم يبقى اكيد مش هو الفار ده بس اللي بيتكلم، واكيد في مجموعة كبيرة زيه، وان الفار وموريس اصحاب كاس. وكمان سمعت اشاعة عن الاوبئة اللي بتكون في القرى المجاورة،
وبيجي شخص اسمه كاس بيخلصهم من الأوبئة بتاعة الفيران، وفهمت ان كاس ومورين والفيران عصابة واحدة وبينصبوا على الناس، والتلاتة بيكونوا في صدمة لانها عرفت كل حاجة عنهم، وان عرفت كل دوت بالتخمين، وبتسألهم ازاي اتعلموا الكلام. سردين قال لها ان الموضوع بدأ بان الفيران بتاكل من الزبالة، وبفضل جامعة إنخ موربك الغير مرئية لتعليم السحر رموا عليهم حاجات خلتهم يتطوروا ويتعلموا الكلام، وادوا لبعض اسماء من الحاجات اللي كانت موجودة في الزبالة. وموريس اتطور في نفس الوقت لكن قصته كانت مختلفة، فبتقول لهم ميليسيا انهم لازم يلاقوا حل اللغز للبلد بتاعتهم، وان الاكل اختفى بمجرد اختفاء الفيران، وبتقول لهم انهم لازم يتسللوا لنقابة صائد الفيران عشان نعرف هما بيفكروا بيخططوا لايه بالظبط. وفعلا ماليزيا جهزت نفسها وعاشت أجواء القصص الخيالية اللي كانت بتسمع عنها دايما في الحكايات والروايات، وانضمت لكيس وموريس لغاية ما وصل لمكان صائد الفئران. وحاولت ماليزيا انها تفتح الباب ببنسة، واتريق عليها موريس وقال لها ان الطريقة دي في الحواديت وبس، وانها مش هتقدر تفتحه، لكن فتحته. وبيلاقوا الأوضة انها مكركبة وصغيرة وقديمة، ونتيجة تأثرها بجو الأفلام خمنت ان في باب سحري هيطلعك على مكان تاني. وفضلت تجرب الحركات اللي اتذكرت في الحواديت، زي مثلا انها تسند ظهرها على الحيطة، او مثلا شماعة الهدوم، لكنها مش بتنجح في ولا حاجة من دي، لغاية ما بيلاقي سردين مخبأ للفيران جوه الحيطة، فبيستغربوا ليه حاطين مخبأ للفيران جوه بيت صائد الفئران. فراحت ماليسيا تدور في المخبأ لحد ما رفعت حاجة خلت الأرض اللي واقف عليها جاس تتفتح ويقع في المخبأ اللي معمول، وبيكون كلام ماليسيا صح. وفي نفس الوقت الفيران بقيادة جرجتان جاعوا بيحاولوا يدوروا على اي اكل، لكن بيفتكروا ان ممنوع ياكلوا اي اكل فيه فئران ميتة، لحد ما بيلاقوا قطعة جبنة على المصيدة. فبيحاول جرجتان انه ينزع زر الامان، لكنه بيكتشف انها مزودة بزر امان احتياطي، فبيطلبوا المساعدة من فار كيكلي، وده فار حديد ولعبة، لكنه مش بيقدر وبيهرب. فبيحاول درجتان ان يشده، وبيقع درجتان في المصيدة، وبيحاولوا الفيران انهم يحرروه، وبيستغربوا جدا لان المصيدة ديت معمولة باحترافية وبالرغم ان مفيش فيران. وبعدين بيلاقوا كمية كبيرة من المصايد، وبيستكشفوا كيس وماليسيا وموريس البدروم اللي دخلوه، وبيفتح كيس الباب وبيستغرب جدا لانه بيلاقي كميات كبيرة من الاكل وضخمة، وبيستنتجوا من كده ان الفيران هي اللي سرقت الاكل من البلد طول الفترة اللي فاتت. وموريس بيلاحظ فار فبيهجم عليه، وبتطلع بيتشز وبتقوله ان هما في مشكلة كبيرة، وهو ان درجتان اتحبس في المصيدة، وان المصايد دي معمولة علشان تاخد الفيران اسرع، مش علشان مجرد انها تمسكهم، وان هما اللي فيه دوت مجرد لعبة وفخ. وبيظهر صائد الفيران من وراهم، وميليسيا بتقول لهم ان هي كانت متأكدة ان هم السبب ورا كل ده، وانهم بيسرقوا الاكل من المدينة علشان يأكلوا الفيران اللي بيخبوها. وبيبدأ صائد الفيران في ان هم يمسكوا الفيران، ومعاهم كيس وماليسيا، لكن القط موريس بيقدر ان هو يهرب ويسيب اصحابه، ومش بيقدر ان هو ما يفكرش فيهم، وبيروح لهم بعد ما بيكونوا محطوطين في اقفاص. وبيكون درجتان مستغرب ليه محطوطين في اقفاص ومش متعلقين زي ما بيعملوا عادة مع الفيران. وموريس بيساعدهم على الهروب، بس المشكلة بيكون في سردين اللي خدوه المكان اسمه الحفرة، وهو بيكون مجموعة كبيرة من الفيران قدام كلب، وبيقعد يجري وراهم لحد ما بياكلهم كلهم، وغالبا مش بيطلع منها ولا فار حي. وبيكون كيس وماليسيا مربوطين في العمود، وماليسيا بتقوله يا ريت لو عنده قوة خارقة يطلعها دلوقتي، وبيقول لها ان هو شخص عادي من عامة الشعب، وبيطلب منها انها تبطل تطلب منه الحاجات الخارقة لانه بني ادم طبيعي. لكنهم بيتفاجئوا ان بيتشز وبنز بيقطعوا الحبال بسنانهم علشان يهربوا. وماليزيا بتقول بعفوية ان اللي حصل دوت شبه اللي مكتوب في كتاب مستر بانسي، وانه كتاب سخيف ومش حقيقي. لكن موريس بيشاور لها وبيقول لها انها يا ريت تبطل الكلام ده، وبتزعق بيتشز لموريس وبتقوله ان هو كان عارف ان هو كتاب خيالي ومش حقيقي من الاول، وانه كذب عليهم. وبتجري بيتشنز وبيكون وراها بينز، وبيفضل بينز يجري وراها في المواسير، لكن بيحس من خلال حاسة الشم بتاعته ان في حد معاهم،
لغاية ما بتظهر بيتشنز قدامه وبتقوله ان في حد تاني معاهم، وبتظهر ايدين بتخطفها. وبيروح كيس وماليسيا وموريس لقائد الفئران، واللي بيقولهم ان هم حطوا جزء كبير من السم في الشاي اللي كانوا بيشربوه، وحسوا فعلا ان بطنهم كانت بتتقطع. لكن بيسألهم كيف كان هيعملوا ايه بالفئران اللي في الأقفاص، بمقابل انهم هيقولوا لهم على مكان الترياق بتاع السم. فقال لهم ان هم بيدوهم لملك الفئران. فموريس بينزعج جدا من الاسم ده وبيتخض وبيسيب الأوضة وبيمشي، وبيقول لهم ان لغاية ملك الفئران وكفاية لحد كده، لان الفئران مع بعض وبتتجمع وبيكون مخلوق واحد، وبيتمتعوا بالقوة والتفكير والعقل والسيطرة على الناس التانية، علشان كده بيسموه ملك الفئران، وبيكون منظره مخيف. فبتقترح ماليسيا انهم يروحوا للغابة المظلمة، لان الطريقة الوحيدة للسيطرة على ملك الفئران بالمزمار، بس مش بتاع كيس. المزمار الحقيقي موجود مع الرجل الاحمر في الغابة، وفي نفس الوقت دوت موريس ما بيكونش همه ايه اللي بيحصل، وبيقول ان هو كده كده قطة ومش فارق معاه البشر، ومش مهتم اصلا انه يفكر فيهم. وفي الوقت دوت درجتان ومجموعته بيحاولوا ينقذوا سردين من الحفرة اللي اكتشفوا انها لعبة مميتة، واكتشفوا ان الكلب اكل 6 فئران، والبشر كانوا بيتراهنوا على كل واحد من الكلاب هم هياكلوا قد ايه. ولما جه الوقت على سردين، درجتان قرر ان هو ينزل علشان ينقذه، لكن الشخص اللي معاه كان غبي شوية وربط نفسه مكان درجتان، ونزل درجتان للحلبة ونزل وراه الفار بالحبل وانقذ سردين. وفضل درجتان لوحده قدام الكلب، ودرجتان جمع قوته علشان يحاربه، ودرجتان أظهر براعة كبيرة في محاربة الكلب اللي قدر إنه ينتصر عليهم، وحاول يهرب من البشر كمان. وقرروا كلهم إنهم يطلعوا من المكان ده بسلام، وتمت المهمة بتاعتهم. وبيجي الدور بقى على كيس وماليسيا اللي كانوا بيحاكوا طول فترة وجودهم في الغابة، وبتسألوا ماليسيا هل هو عنده حبيبة ولا لأ، وإن لو مش عنده صديقة هي مستعدة تكون كده. وهو بيقول لها إنه شخص عادي ويتيم ومش بيعرف يعمل حاجة غير انه بيعرف يعزف على المزمار. وبيقول لها كيس ان كل الناس بتحاول توصلك ان حياتنا مش قصة خيالية او مغامرة. فكيس بتزعقله بتقوله انها عارفة الحياة الحقيقية كويس، ولكن كل واحد وليه قصته، ولو معرفتش تعمل قصة ليك هتكون جزء من قصة غيرك. وبيلاقوا هناك الراجل اللي لابس احمر وماسك مزمار وبيعزف عليه، وبيخلي كل الحيوانات اللي في الغابة في خدمته وتحت امره بسبب تعويذاته السحرية في العزف. وكيس بيستنى لحد ما بينام وبياخد المزمار بتاعه، لكن الراجل الاحمر حس وضربه وفقد له الوعي. ولما فاق وصحي لقي ماليزيا عمالة بتشرح وبتترجى الراجل الاحمر انه يديهم المزمار علشان ينقذوا مدينتهم، لكنه بيشغل تعويذاته وبيتحكم فيهم جدا، وبيكون مسؤول عن حركاتهم وبيوديهم ناحية النار، وبيكون لا حول ليهم ولا قوة. لكن فجأة بتتغير النغمة، وده بيكون بسبب السيد كيكلي اللي هو الفار المعدني اللي دخل جوه هدوم الراجل الأحمر. وماليسيا استغلت الفرصة وضربته برجليها ناحية الفرن، وبيتلسع ونط في البير. وبيقعد بيتشي يدور على بيتشنز، لكن بيسمع صوت بيناديه وبيقوله ان جوه عقله، وعلشان يلاقي بيتشنز لازم يطلع في الماسورة اللي على المينو. فبيدخل الأوضة بتاعة الراجل الكبير بتاع صائد الفئران، واللي في نفس الوقت هو ملك الفيران. وبيقول لبنز انه حكيم ودماغه شبه دماغه من القوة والحكمة، وبيعرض عليه انه يشتغل معاه، وان كده كده اهدافهم واحدة، وهي ان الفيران تفوز والبشر يخسروا. وبنز بيقوله ان هدفه ان البشر والفيران يعيشوا مع بعض في سلام، وهو المهم بالنسبة له دلوقتي ان بيتشنز تكون كويسة. وهو بيقوله انه محتفظ بيها في مكان قريب وبيطلعها له من كمه. وبيظهر فجأة موريس وبيضرب في وشه صورة الفلوس، فبتقع بيتشنز وموريس بينقذها، وبيحاولوا هما التلاتة يهربوا، لكن ملك الفيران بيقوله ما تحاولش تهرب لان انت كده كده في دماغي. وبتحاول كل الفيران تهرب من المكان، وبيطلب من بنز ان هما يهدوا علشان يعرف يفكر، لكنه بيقول احنا قدام اقل مشكلة بنكون بس فران. وهنا موريس بيقول لهم السر اللي انه بدأ يتكلم، فبيقول لهم ان كان في فار تخين حبتين فاكله موريس علشان كان جعان، وانه اسف فعلا على الفعل ده لانه كان قطة،
ودلوقتي حقيقي اتغير وانه اسف ليهم، وبيخرجوا برا لكنهم بيقابلوا ملك الفيران واللي بيحاول يجذبهم بقوته السحرية المختلفة، وبيجذب كل الفيران من كل حتة من البلد، وبيطلبوا من موريس انه يروح يطلب لهم المساعدة. وبيقابل كيس وماليسيا في الطريق وبيقول لهم ان الفيران بتتعرض لهجوم من ملك الفيران، وكيس بيحاول انه يعزف لكنه مش بيأثر على ملك الفيران وبيرميه بعيد، لكن ماليسيا بتشجعه مرة تانية ولكن مش بيتأثر، لكن ماليسيا بتحميه وبتزعق لملك الفيران فبيرميها بعيد مع كيس، وكيس بيعتذر لها لانه معرفش يعمل بالمزمار اي حاجة، لكن ماليسيا بتقوله ان الفكرة مش في المزمار، الفكرة في العزف بتاعك. وبيكون بينز بيقول لملك الفيران ان امله الفيران تعيش مع البشر في حياة سعيدة، لكن هو بيرد عليه وبيقوله ان البشر هيفضلوا بشر وانهم بس شايفيننا فران وهيفضلوا طول عمرهم يصطادونا. فبيقوله بينز احنا ممكن نعلمهم، ولكن بيرد عليه ملك الفيران وبيقوله ما احنا هنعلمهم لكن بالخوف، وبيبدأ يسحب اصحاب بينز واحد واحد لحد ما فجأة بيسمع عزف جميل جدا لكاس، وبتهرب الفيران وبينهار ملك الفيران، وبتفضل مجموعة الفيران اللي ديولهم مربوطة مع بعض وبينشروا اخر قوة ليهم وبيفضلوا يثبتوا بيها كل الموجودين ما عدا بينز اللي بيفضلوا يقولوله انه ينضم ليهم، لكنه بيرفض وبيقوله انه مش هيتنازل على السلام اللي ما بين البشر والفيران. فبتقتله قوة ملك الفيران وبيطلب من موريس انه يبقى اخر مرة قط شرس، فموريس بيحاول بكل قوته انه يهجم عليهم وينقذهم، لكن موريس بيستجمع كل قوته وبيهجم عليهم وقدر يدمر كل الروابط اللي في الديل اللي كانت بتجمعهم، لكنه اتأثر معاهم وحاول ينقذ بينز لكنه فشل، وموريس بيرجع لحياته بيفوق بينز والفرحة من كل الناس. وبترويلنا ماليسيا آخر شابتر في قصة مستر بانسي واللي قدر روبرت انه ينقذه ويرجعه تاني، وعاشت كل الحيوانات بسلام. وكده بتكون خلصت قصة مستر بانسي، وفاضل بقى قصتهم الأساسية واللي عرفنا منطقة بابليز، منطقة جذب سياحي واللي بيجيلها كل الناس من مختلف البلاد علشان يتفرجوا على المعالم بتاعتها، واللي اهمها طبعا الفيران، واتحلت عندهم مشكلة الاكل وبقى عندهم كيس اللي بيعزف وبيكون وراه مجموعة من الفيران وبيعملوا عروض وبيرقصوا، والأول مرة الفيران بيكون ليها بلد خاصة ليهم علشان تتحقق أمنية بيتشنز، وهي ان البشر يعيشوا بسلام مع البني ادمين، وده بفضل القط موريس ومجموعة من الفيران المثقفة. وبكده الفيلم بتاعنا يكون خلص. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتصلوا على النبي، وبس كده، باي.